يا صباح السعادة، ويا رب اللي جاي أحلى وأجمل. شير ولايك للسعادة، بس انشروا السعادة في الأيام الصعبة دي. فيديو على السريع كده. أهم استثمار مضمون وأكتر حاجة تحافظ لك على فلوسك وتخليها بإذن الله تزيد ما تقلش، هقول لكم عليه في الفيديو ده. أضمن استثمار، أضمن استثمار إنك تستثمر مع ربنا. يعني إيه تستثمر مع ربنا؟ يعني تعيش بما يرضي الله. عارف يعني إيه تعيش بما يرضي الله؟ يعني تعمل الحاجة اللي ترضي ربنا بينك وبين ربنا وبينك وبين الناس. بينك وبين ربنا هي العبادات والفروض والواجبات اللي ربنا فرضها عليك. طب بينك وبين الناس هي الأخلاق اللي ترضي ربنا في تعاملك مع الناس. يعني ما تظلمش حد، ما تسرقش حق حد، ما تأذيش حد. طب انت هتستفيد ايه لما ده يحصل؟ هتستفيد حاجة مهمة جدا، ان ربنا يرضى عنك. طب لما ربنا يرضى عنك هيحصل ايه؟ ربنا هيديك حاجتين. ربنا هيرزقك من فضله ويرزقك وهو راضي عنك، فهيديك رزق من واسع. ربنا عنده كل حاجة وبالكميات، واللي يخطر على بالك واللي ما يخطرش على بالك. فمن حيث الكواليتي او من حيث النوعية، ربنا هيرزقك برزق لا تتخيله من اماكن ما تتخيلهاش. طب من حيث الكوانتيتي، ربنا هيرزقك بقى نعمة تانية لما يرضى عنك، وهي نعمة البركة. ايه بقى نعمة البركة؟ نعمة البركة دي يا معلم، ان الرزق اللي ربنا يديهولك، ولو على سبيل المثال الفلوس، هتجيب لك حاجات كتير ومش هتصرفها في حاجة مضرة ومش هتصرفها في حاجة وحشة. وهتحس ان الفلوس بتزيد وقيمتها بتزيد. يعني هتحس ان الجنيه معاك بيجيب لك بمقام 100 جنيه. فانت يا معلم، اضمن استثمار خليك مع ربنا. عيش بما يرضي الله بينك وبين ربنا وبينك وبين الناس. ربنا بإذن الله بإذن الله هيديك حاجتين: يرزقك من واسع ومن فضله، ويبارك لك في الرزق ده. بس والنبي ما تنساش، لما ربنا يرضى عنك وتعيش في سعادة ابقى ادعيلي. وصباح السعادة.